السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي قدام حضراتكم ده ترند اليوم بتاريخ 8/9/2025. الشخص اللي ظهر أمام حضراتكم ده في الصورة اتخبطت عربيته من الخلف من شاب اسمه أدهم سينجر. الشاب ده محترم جدا، أخلاقه عالية جدا، بيقدم محتوى على التواصل الاجتماعي، ولكن شاء القدر إن هو يخبط عربية البني آدم السيء اللي هو ما عندوش أي أخلاق ولا أي تربية من أي نوع، يعني اللي ظهر أمام حضراتكم ده. فراح نزل له طبعًا كده، أول حاجة قالها له شتمه بأبوه بوالده ووالدته، يعني يا ابن كذا ويا ابن كذا يا فلاح المنوفية. فكلمة يا فلاح المنوفية دي أثارت الجدل هنا على التواصل الاجتماعي من أهالينا وإخواتنا وحبايبنا طبعًا من المنوفية وآخرين من محافظات أخرى، إن الشخص ده سيء المعاملة، الشخص ده سيء السلوك، الشخص ده ما عندوش أي حضارة، الشخص ده ما عندوش أي احترام، ده نموذج فردي ما يمثلش المصريين في أي شيء يعني. وهنا نتمنى من الجهات المختصة إن هي فعلًا يعني يتم عقابه وحسابه على أكمل وجه. وعايز أقول لحضراتكم أنا من محافظة سوهاج، وليّا الفخر وليّا الشرف إني أكون فلاح وأزرع في أرضي، وتحيا مصر.